اسمعني كويس. انت فاكر نفسك كسول؟ فاكر انك شخص ما بيعرفش يلتزم؟ ولا فاكر انك فاشل؟ انا جاي اقولك حاجة هتغير كل حاجة في دماغك. انت مش كسول، انت متعود انك تأخر، متعود انك تستنى اللحظة المناسبة، وهي اللحظة اللي عمرها ما هتيجي لو فضلت تستنى. عارف ليه؟ لان الحياة مش هتوقف تستناك. انت كل يوم بتأجل فيه في واحد تاني بيبدأ. كل يوم بتقول هعملها بكرة، في واحد بيقول هعملها دلوقتي وبيعديك. افتكر النجاح مش بيجي من انك تكون اذكى او اقوى. النجاح بيجي من انك تكون ثابت ماشي خطوة ورا خطوة حتى لو صغيرة. اوعى تفتكر ان اللي نجحوا كانوا جاهزين 100% قبل ما يبدأوا. لا، معظمهم بدأوا وهم مش عارفين كل حاجة، بس الفرق انهم بدأوا وانت لسه قاعد بتفكر. انا عارف الاحساس، تحس انك مش في المود، مش مجهز، مش مستعد. بس عارف ده احساس مخادع، لانك لو استنيت الاحساس يجي ممكن يستناك العمر كله ومش يجي. بص حواليك، شايف فلان اللي بيمرن كل يوم؟ هو مش بيصحى كل يوم متحمس، لكن بيقوم حتى وهو مش عايز. شايف اللي بيذاكر ويشتغل على مشروعه؟ هو مش بيعمل كده علشان كل لحظة ممتعة، لا، بيعمل لأنه فاهم إن الالتزام أهم من المزاج. خد مثال تاني، لو انت رايح الشغل حتى لو مش عايز، هتروح عشان عارف إن لو ما رحتش هتتعاقب أو تخسر شغلك. طب ليه لما الموضوع عن حلمك، عن مستقبلك، عن حياتك، بتسمح لنفسك تأجل وتكسل؟ ليه لما الموضوع عن نفسك ما بتحطش نفس الإصرار والانضباط؟ انت لازم تفهم حاجة، الفرق بين اللي بيتمنى واللي بيحقق مش الحظ ولا الظروف. الفرق إن واحد منهم بدأ والتاني لأ. انت ممكن تبدأ النهاردة. مش محتاج كاميرا غالية عشان تبدأ تصور، مش محتاج جيم فخم عشان تبدأ تتمرن، مش محتاج مكتب مثالي عشان تبدأ تكتب. انت محتاج خطوة واحدة. اوعى تستهين بقوة الخطوة الصغيرة. الكتاب الكبير بدأ بكلمة، والجسم القوي بدأ بتمرين، والمشروع الضخم بدأ بفكرة اتنفذت. انت دلوقتي في لحظة اختيار، يا إما تكمل تأجيل وتصحى بعد سنة تلاقي نفسك زي ما انت، يا إما تاخد القرار دلوقتي وتبدأ حتى لو بخطوة صغيرة. اسأل نفسك سؤال واحد، ايه اللي هيختلف لو بدأت النهاردة؟ هقولك كل حاجة. افتكر لما كنت صغير، لما كنت بتحاول تتعلم ركوب العجلة، وقعت أكيد، خفت طبيعي، بس بعد شوية ركبت ونسيت الألم. الحياة كده بالظبط، أول خطواتها صعبة بس بعدين بتحس إنها كانت تستاهل. انت بتستنى ايه؟ المستقبل مش هيجيلك، انت اللي لازم تروح له. والطريق حيتفتح قدامك خطوة خطوة، مش كله مرة واحدة. أنا مش بقولك تبطل تحلم، الحلم مهم، لكن الحلم من غير فعل مجرد وهم. من النهاردة خليك الشخص اللي يبدأ حتى لو خايف، اللي يكمل حتى لو زهقان، اللي يخلص حتى لو الدنيا ضده. لأن بعد سنة هتشكر نفسك على كل يوم ما عجلتش فيه. اوعى تقول لسه بدري، لأن بكرة ممكن ما يجيش. ابدأ دلوقتي، اعمل حاجة، أي حاجة، حتى لو صغيرة، حتى لو مش كاملة، المهم تبدأ. الحياة مش هتستنى، فانت كمان ما تستناش. الوقت بيجري، واللي هتلحق تعمله النهاردة بكرة ممكن يكون متأخر عليه. قوم، افتح الكمبيوتر، البس جزمة الجري، اكتب أول كلمة، اعمل أول خطوة، ومهما كانت صغيرة هي دي اللي هتفتح لك الباب. والأهم ما توقفش، اوعى توقف، لأن التوقف بداية النهاية، والاستمرار بداية النجاح.